ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى الجمال، رز مفلفل، عدس طري، بيض مستوي، وجبة مشبعة جدا واقتصادية. حلو، تعالوا بقول لكم عملناها ازاي. قولي لي بس الاول، انتوا عمركم جربتوا تعملوا رز بالعدس والبيض؟ والله النتيجة طلعت احلى واجمل مما توقعت بكتير. هنا بقى عندي شوية رز وعدس اصفر. هنا كمية العدس يا جماعة بتكون نص كمية الرز، يعني لو عندك كوباية رز هتضيف عليها نص كوباية من العدس. المية بقى بتضيفي المقدار بتاع الرز مش العدس. هنا يا جماعة العدس معانا هو ضيف كده خفيف حلو. انا بقى ضفت، ما حطيتش مية، انا حطيت شوربة وضفت مكعبين من مرقة اللحمة الضاني، بتخلي الطعم حلو جدا. هتسيبيهم بقى على النار تتشرب المية شوية. هننزل بقى بالبيض، عدد البيض اللي عندك زي ما تحبي. هتعملي كده فراغ لكل بضاية وتضيفي البيضة على طول زي ما انتوا شايفين كده. وهتضيفي بقى على كل بضاية شوية ملح وفلفل اسمر. وهو سخن بقى هنغطي. البيض ده هيستوى معانا على البخار. طعم بجد يا جماعة تحفة. يعني البيض زي ما انتوا بتحبي كده زي ما انتوا شايفين. هنضيفه بقى شوية ملح وفلفل اسمر. وزي ما قلت لكم انتوا ما بتضيفوش مية لكمية العدس، انتوا بتضيفوا المية على كمية الرز. حلو الكلام. حلو الكلام. هنغطي بقى ونسيبها على نار هادية. كل ده هيستوى. ويا جماعة، طالما معانا عدس في الوصفة يبقى اكيد هنضيف حبة كمون صغيرين. حلو. هنغطي بقى الكلام ده كله. انا كنت بضيف الفلفل الاسمر. عايز اقول لكم انها وجبه مشبعه جدا وحلوه قوي. هتسوي بقى الرز كده علشان ايه الرز كله يستوي وخلاص بقى. انت مش هتقلبي تاني، يعني انت مش هتقلبي الرز ولا العدس ولا البيض ده خالص. انت هتغطيه كويس وهتسيبيه وكل ده هيستوى معاكي. غطي بقى. بصوا بقى يا جماعه الفلفله. بصوا الرز مفلفل ازاي والبيض مستوي. قدمي بقى جنبه زي ما تحبي. عايزه تقدمي جنبه مثلا سلطه حلوه جدا، بطاطس محمره حلو. يعني عايزه تحطي صلصه متسبكه اللي احنا عملناها قبل كده اللي هي بالبصل والثوم، تبقى حلوه جدا. شايفين بقى يعني. انا حاسه ان الوجبه الصراحه بتتكلم عن نفسها وهي مشبعه جدا. قولوا لي بقى، جربيها وقولوا لي رايكم. وحابين تقولوا لي بقى، حابين اعمل لكم وصفات اقتصاديه زي دي تاني ولا لا؟ سيبكم في رعايه الله.